الميه دي بياخدوا روحك عشان تشربها، والميه دي اسودت من عمايلها، ودي ميه ناشفه، ودي ميه المستقبل. والفيديو ده هنجرب اغرب ترندات الميه. اول حاجه معانا ميه اللي بيروح ما بيرجعش. اسمها غريب بس الاغرب العقد اللي بيبعتوا لك تمضيه عشان تبيع روحك للشركه قبل ما تشربها. فزي ما شايفين عقد بيع الروح موجوده فعلا على الموقع، فاتوره بيع لروح بشريه ابديه واحده. ان فاتوره البيع هذه البشريه ابديه واحده مؤرخه بتاريخ النهارده، وافق البائع على بيع ونقل وتسليم الروح البشريه الخالده للمشتري. وتحت زي ما شايفين دي كلها بنود العقد، وهنا بمضي. انا رايي نمضي ونجربها في اخر الفيديو عشان الواحد مش ضامن عمره، وخلينا نجرب الحاجات دي الاول ونشوفها، وبعد كده هنرجع لدي في الاخر بهداوه ونشوف ايه بنود العقد عشان الواحد ما يمضيش على حاجه غلط ونتسلم تسليم اهالي. وهنا معانا الميه السوداء من عمايلها حرفيا. فكره الميه دي يقول لك اسودت ليه؟ من كتر اللي اتحط فيها فوق ال70 مركب من معادن بقى واملاح وقصه طويله قوي، لدرجه يا عيني اسودت. مصدي يعني. عارفين انتوا ميه الحنفيه تقريبا بتاعت الساحل او المصيف اللي مقفوله بقى لها 8 شهور، طب تيجوا تفتحوها اول مره تنزل كده ميه مصديه تقريبا. اكيد واحد لو شرب الميه المصديه دي هتطلع نفس الطعم. معانا الميه الناشفه بس نجرب دي الاول. بصوا يا جماعه دي اسمها سوبر ووتر او ميه خارقه، حاطين فيها هيدروجين كتير. يعني انتوا عارفين الميه ساعات بيحطوا فيها الكربون دايوكسيد، هنا بقى مش حاطين صودا، حاطين هيدروجين. والشربها بيدي طاقه وبيصفي العقل والذهن وحاجه صحيه كده وايه، والجسم محتاجها. كرات الهيدروجين يعني ما تحسهاش نقيه قوي بصراحه. المهم تعالوا بس نجرب. بسم الله. هي ميه يعني، هي ميه مش عارف ميه. ما علينا. قبل ما نشوف الميه الناشفه ونشوف الحوار ده نجرب بس ايه ميه المستقبل. فكره الميه زي ما انا فهمت ان هم عاملين اعاده تغيير لجزيئات الميه بالاكسجين، يعني مزودين فيها اكسجين كتير وعاملين اعاده تغيير لجزيء الميه. ايه فايده الموضوع ده؟ بيقول لك الطريقه دي مفيد اكتر للمناعه وصحي للهضم والجسم، والميه دي سعرها 50 ضعف سعر الميه اللي بنشتريها من السوبر ماركت عادي. فانتم متخيلين فرق السعر؟ انا عمري في حياتي ما شفت ميه بتعطش. الميه ما بتتبلعش يا جماعه، يعني انا لو عطشان هشرب دي هعطش اكتر. الواحد فعلا عرف اهميه الاملاح والمعادن في الميه. اخر 3 ميات معانا هنجربهم. بصوا بقى دي فكرتها غريبه جدا. الميه دي ده معموله بماده غير البلاستيك. انتوا عارفين البلاستيك في البحار والمحيطات بيبهدلها، العلبه دي بتدوب في الميه، غير البلاستيك ما بيدوبش، ده بيدوب على طول. انا عايز افهمه يعني ايه تدوب في الميه علشان تحافظ على البيئه. تعالوا البتاع بقى هنغرقها في الميه كده ونشوف فكره الديزولف ده ايه اللي هيحصل يعني. دي بتتفتح كده. طب انا ما عرفتكش انا كده ما بلاستيك اهي. ما علينا. نيجي للميه المجففه او الميه الناشفه. بيقول لك ايه دي هايدريتد ووتر او ميه مجففه او ميه ناشفه. الميه دي غريبه جدا. بيقول لك تعليمات الشرب. اول حاجه هتفتح ازازه، وتاني حاجه هتحط ميه عشان الطعم، تالت حاجه هتشرب وتسال نفسك انا بعمل كده ليه. ده المعنى الحرفي للي باع الهوا في ازايز. بص كاتبين في غطا العلبه seriously what you do expect. بجد يعني فاكر هتلاقي ايه يعني مرحله الوحش. دي شروط العقد. انا هسيب لكم اللينك تحت تبقوا تقروها براحتكم يعني، بس ده عقد بيع وشراء عشان كل واحد بيبقى عارف اللي ليه واللي عليه. بيقول لك الميه دي جايبانا من جبال القلب. حوار العقد ده فكرته ايه؟ هي الشركه عامله الحوار من الاخر عشان بتنبه الناس لخطوره البلاستيك. وان حوار العقد احنا بنقول للناس يعني كفكرته يا جماعه انتوا زي ما بتشربوا في ميه بلاستيك فانت بتاذي كائنات حيه كتير. فتخيل لو انت بتشرب ميه وبتبيع روحك حرفيا عشان تشربها. فحاجه حلوه منهم طبعا، واتمنى الموضوع ده يعم في كل حاجه في حياتنا، مش موضوع بلاستيك بس. انا بحس ان هم مركزين قوي في البلاستيك وسايبين كل حاجه تانية في الحياه بتروح، سايبيننا كلنا بنروح. في الميات دي كلها دي الوحيده اللي هديها 10 من 10 او كسبت معانا عشان هستخدمها برطمان، هقدر استفيد بيها في حاجات تانية بتاع مش عارف ايه، والماتيريال بتاعتها حلوه يعني ممكن احط فيها ميه بشربها. ويا ريت دعم والله عشان خاطر الميه الناشفه دي. ده مشروب الطاقه الايجابيه، وده بيحذرونا ان احنا نجربه، وده اشد واقوى مشروب طاقه، وده الاغرب ترندات المشروبات. مشروب 5 ساعات طاقه، منظمه الصحه العالميه حذرت منه. الفكره ان حجمه صغير على القلق اللي طالع منه. المهم تعالوا نشوف المكونات الاول قبل ما نجرب حاجه زي كده. الواحد مش ضامن عمره يعني. توليفه كيمياء يعني تودي الواحد ورا الشمس. انا رايي نجرب الحاجات التانية الاول بعد كده هنيجي لدي عشان الواحد مش ضامن ممكن يحصل له ايه. هنجيلك. المهم معانا غير الطاقه الايجابيه مشروب صوص الرانش. انا بصراحه عمري ما شفت صوص الرانش يعملوه مشروب ريحته خل، طعمه صوبيا على زبادي على صودا، حاجه يعني ايه ده. الطاقه الايجابيه يا جماعه، مشروب الطاقه الايجابيه. ضحكه الراجل ده غير مطمئنه. هو بصراحه مليان فيتامينات فدي حاجه كويسه. ما اعرفش ده هيبقى مشروب طاقه ولا هو طاقه ايجابيه يعني. عايزين نحس الاحساس بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو طعمه حلو بس وحش. هو بيدي طعم حلو في الاول بعد كده بيوحش. هو حاجه غريبه بس هو مدي على توت يعني. تقييمي ليه 7 من 10 عشان خاطر الراجل الطيب ده. قبل ما نشوف المشروب اللي بيحذرونا منه هنجرب الاثنين دول. معانا صودا بطعم الشوكولاته، ادي اختراع يعني، دي انا متحمس اجربها. دي بصراحه اللي كيفتني، كاكاو باللبن بالصودا يعني. هي هتتخيلوها حاجه غريبه بس بصراحه لا تستاهل، دي 10 على 10. وجينا للوحش الصغير، المشروب التوكسيك. ده مشروب طاقه يعني، هو برضو بيتم التحذير منه، اللي هو حامض بزياده. بسم الله. بتاع ده صفر بجد، وحش قوي. جينا للوحش الكبير بس في اللي اكبر منه. تعالوا بقى نجرب يا جماعه احر مشروب. بصوا يا جماعه، مبدئيا عاملين تحذير بيقول لك اشربوا على مسؤوليتك. معمول من نوع فلفل اسمه جوز بيبر، وده واحد من احر انواع الفلفل يعني. الهالبينو بالنسبه له لعب عيال. هو حراق بيلسع يعني. هاتوا شويه ميه حط فيها شويه شطه صغيرين. انا مش حراق قوي بصراحه، انا اقدر اهندله. وكطعم 3 من 10 بصراحه. جينا للوحش يا جماعه. هذا المشروب تحذير محدش يجربه يعني. مش بقول يعني انا هجربه بس من باب انا عايز اعرف هو ايه ال 5 اور انرجي. انا هاخد طاقه 5 ساعات هعمل ايه؟ عشان انا محتاج اروق الشقه يعني. كميه الكيمياء دي لازم يبقى طعمه دواء. هو فكرني فعلا بطعم دواء كحه كان بالموز. ما علينا من الطعم، عايزين نشوف تاثيره. فات من الزمن ساعه بصراحه وانا شربت نص الازازه. انا خفت اشربها كلها يحصل حاجه. مبدئيا هو بيدي طاقه بصراحه، طاقه وحر وضربات قلب سريعه، فوقان وفي نفس الوقت همدان. تحس ان الطاقه اوفر على اللي متعودين عليه. احساس كده بيسموه اللي هو جيتري افكت. لما الواحد بياخد يشرب قهوه كتير هو مش عارف ينام وعنده طاقه بس مش قادر يستغلها. ده كل ده انا شربت نص الازازه. انا كنت شربتها كلها ما اعرفش اللي هيحصل. فتقييمي ليها كطاقه 8 من 10. بتدي طاقه جامده جدا بس ما انصحش حد بيها. كطعم دواء كحه، اللي بيحب ادويه الكحه هو يقدر يقيمها احسن مني. المشروب اللي كسب معانا مشروب الطاقه الايجابيه، علشان ده اهم حاجه في حياتنا. وقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر مشروب مستحيل حد يشربه في الحاجات دي كلها. بس كده يا جماعه، اشوفكم فيديو جديد معاكم. يحيى كريم بكلمكم هنا من لوس انجلوس كاليفورنيا. السلام عليكم.